شكرا سي رضوان منسق. بداية من باب ما جرى به العمل نرحب بالجميع وخصوصا الضيوف الذين أتوا من خارج مدينة خريبكا، وقلت مما جرى به العمل، وإلا فنحن الآن جميعا ضيوفا عند شيخنا رضي الله عنه وعند شباب الطريقة، لأن الملتقى هو من أجلهم ومن أجل تكوينهم. إن شعار هذا الملتقى يتضمن مقطعين رئيسين: مقطع شباب الطريقة البوتشيشية ومقطع التربية على المواطنة. فبالنسبة لجملة شباب الطريقة البوتشيشية تحيل على شريحة عمرية معينة ذكورا وإناثا تنتسب انتسابا وثيقا إلى الطريقة الصوفية التي على رأسها شيخ عارف بالله حي هو السيد الحاج حمزة رضي الله عنه وارضاه. وهذا الانتساب الوثيق يعني العمل على التمسك بالبرنامج التربوي الذي اختاره شيخ الطريقة والذي يتأسس على قواعد تربوية دينية ووطنية. فالقواعد التربوية الدينية تتمثل في الاجتهاد في التمسك بالشريعة الإسلامية وتطبيقها تطبيقا يرتكز على ثوابت الممارسة الدينية التي حافظ عليها المغاربة منذ قرون عديدة، ومنها التربية الروحية التي تتغيى تزكية النفس والارتقاء بالممارسة التعبدية إلى مقام الإحسان. أما القواعد التربوية الوطنية فهي العمل على الالتزام بالثوابت الوطنية، وعلى رأسها إمارة المؤمنين في شخص جلالة الملك السيد محمد السادس نصره الله وأعز أمره، وحب الوطن والدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، وحب الخير لجميع المغاربة بمختلف قناعاتهم وانتماءاتهم. ولن أطيل في هذا الموضوع لأنه هو المحور الأساس الذي ترتكز عليه فعالية هذا الملتقى. ولكنني أريد أن أشير إلى أن جملة التربية على المواطنة وليس تعليم المواطنة تعني أن تحقيق المواطنة الصالحة ليست مجرد قناعة فكرية، بل هي ممارسة عملية تتطلب جهدا تربويا كي تتحول إلى سلوك يومي قاصر. وختاما، وفقكم الله لتحقيق ما يسبق إليه شيخنا رضي الله عنه من هذا الملتقى المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علو عظمة وقهر وكيف يحمل العرش حاملا، فسبحان من وفق أولياءه لخدمته وعاملهم بجميل رحمته وأقام لهم يوم الجزاء وزنا. فسبحان الذي يسر لنا اللقاء في هذه الأجواء الربانية والنفحات النورانية. وأتقدم باسمي وعلى لساني كافة شابات جهة بني ملال بالشكر الجزيل للجنة المنظمة للملتقى بجميع
مسؤولية الطريق، وهي لا تبرح حضور الاجتماعات والاعتكافات والمواظبة على الأذكار والامتثال لتوجيه سيدها رضي الله عنه وأرضاه، فاتسمت بالنشاط والعطاء بعدما ضاقت حلاوة الإيمان بالأذكار. هذا دون أن ننسى الإشادة بالدور الريادي للفقراء رجالا ونساء، وكذا براعم، والترسيخ والتشبع بقيم المواطنة النابعة من الفهم الصحيح للدين والإسلام. فاستثمار الدين في الخير يتمثل في الفهم الصحيح للدين الذي المواطن كذلك ومصطلح غائب في التراث العربي، ويفسر هذا الغياب إلى غياب معنى المشاركة التي تفيدها هذه الكلمة، والتي هي المشاركة في تسيير شؤون المدينة. وفي اتجاه آخر ذهب بعض المفكرين مثل عبد الوهاب أفندي إلى أن كلمة المواطن يقابلها في المصطلح الإسلامي كلمة دقيقة وهي مسلم، باعتبار كليهما وصفا للفرد الكامل العضوية في المجتمع السياسي، والذي له حقوق وعليه واجبات تحتم عليه المشاركة في هذا المجتمع السياسي، وهي مشاركة إيجابية، معتبرا أن هوية الفرد تشكلها مرجعيات دينية وسياسية. فما أن يصبح الفرد مسلما حتى يتمتع بعضوية فورية في المجتمع السياسي، بينما تعتمد مكانة غير المسلمين على صلاتهم التعاقدية مع المجموعة الأصلية. مقومات عامة للمواطنة: إما التدافع التاريخي للأحداث وتنامي هاجس التغيير في المجتمعات العربية يفرض على مصطلح المواطنة معطى أساسيا، وهي أنها ليست وضعية جاهزة يمكن تطبيقها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. فالمواطنة سيرورة تاريخية تتشكل معالمها في الوعي العربي ضمن سياق فكري خاص يمكن إجماله في المشاركة في تدوير الشأن العام من نواحي مختلفة في إطار مؤسسات وآليات تضمن تنزيل السن لممارسة المواطنة على أرض الواقع. ولتحقيق ذلك لا بد من توافر مقومات تجعل من هذه الممارسة ممارسة عقلانية وشمولية. أولا المساواة وتكافؤ الفرص. كمقوم أول، كل المواطنين سواء أمام القانون مهما كانت اختلافاتهم القومية والعرقية والدينية والجنسية واللونية، يضمهم وطن واحد ويخضعون لدستور واحد وتربط بينهم مؤسسات الدولة، وتربط بينهم وبين مؤسسات الدولة علاقة واحدة أساسها أداء الواجبات وضمان الحقوق. ثانيا المشاركة في الحياة العامة، فالمشاركة تقتضي هامشا من الحرية المقننة وكثيرا من الحقوق المخولة، واللي صادقة في تغيير الإيجابي بطريقة نضمن من خلالها أداء واجباتنا. فالمشاركة تتيح الفرص المتكافئة لجميع الكفاءات والطاقات للتنافس النوعي، مما يساهم في الارتقاء المصمم بالمشهد الوطني على جميع المستويات. إن مسألة المواطنة لا يمكن فقط تنزيلها من خلال قنوات سياسية حزبية أو جمعوية، أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني، أو من خلال قوانين وضعية، لأن المواطنة ببساطة هي تربية على النفع والعطاء البناء، تتشكل في وجدان الفرد، ولا يمكن لأي كان أن يجعل لها محددا يحدد مجال ممارستها وتطبيقها، أو يحصرها في سجن انتمائه، أو يفرض فهما لها خاصا به، لأنها ببساطة متأصلة في سلوك المواطن البسيط، كل منا يمارسها حسب فهمه ما دام قد حقق المقصد من المواطنة. ثالثا الانتماء للوطن والولاء له، يأتي من شعور المواطن بمسؤولية الحفاظ على هذا الوطن، وإدراكه أن المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار. فالأول كينونة لها طابع الارتباط المكاني والعاطفي والديني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي للوطن مهما كانت مواصفاته ومرجعياته. والثاني أي الولاء ممارسة لها طابع الوطنية والعطاء البناء والمشاركة والتنمية والالتزام، وذلك كله من أجل تعزيز منظومة التغيير والارتقاء في المستقبل.
الإنسان يأخذ صفة المواطنة بمجرد الانتماء لهذا الوطن أي منذ الولادة والاكتساب، لكن مواطنته تحتاج إلى تفعيل، والتفعيل يحتاج إلى إعداد مواطنة المستقبل، والمواطنة الناجحة تنبني على فلسفة تربوية معقدة تنتح من أصول ديننا الحديث وتستلهم مفهوم النموذج خلال الإعداد لمقتضياتها ومبادئها وتجعل من الأخلاق مرتبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقة القادرية البوشيشية وبإذن من شيخها سيدي حمزة القادري البوشيش رضي الله عنه وارضاه تنظم الملتقى الأول لشباب الطريقة القادرية بجهة بن الفريقة تحت عنوان شباب الطريقة القادرية والتربية على المواطنة، والعنوان في حمولته وفي دلالته حمولة كبيرة أن شباب الطريقة الشباب يمثل جزء كبير من مريدي الطريقة، وطريقة القادرية البوشيشية تحت إمرة شيخها سيدي حمزة القادري البوشيش اهتمت بالشباب اهتماما كبيرا لما له من دور في القيام بأعباء المجتمع، في القيام بأعباء الدعوة والتربية على المواطنة. فهذا احنا السيد رضي الله عنه وارضاه ديما كنسمعوه كيقول حب الأوطان من الإيمان دائما وأبدا في كل زيارة وفي كل لقاء. هذه التوصية ديالو حب الأوطان من الإيمان، بل أنه يوصي جميع الفقراء للدعاء للبلاد والملك في السجود. وهذه من الخصوصيات اللي ربما تفقدت هذا الوقت في الأماكن أخرى، الحمد لله في الطريق. الثوابت ديال الطريق كذلك الثوابت ديال البلاد المحافظة عليها على إمارة المؤمنين، على المذهب المالكي، العقيدة الأشعرية والتصوف الجهمي. وشكركم على الاستماع. شكرا.